عطاء الله بلا حدود في رمضان، فهنيئا لمن صام وصلى وزكى وتعامل مع الناس بمعاملة طيبة كما أمرنا الحق تبارك وتعالى، وكما أوصانا الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أيها الإخوة المؤمنون، ادعوا الله في هذه الأيام الطيبة، ألا إن في أيام دهركم لنفحات، ألا فتعرضوا لها. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم خالص الأعمال. وكما نرى أن مصر بخير إن شاء الله، وقادمة على الخير بإذن الله، بفضل رجالها الشرفاء الذين يحاولون بكل ما يملكون من قوة أن يحافظوا على هذا البلد الطيب. أيها الإخوة المؤمنون، وأرى فضيلة العالم الجليل الأستاذ الدكتور محمد داود يعتلي درجات المنبر لكي يلقي على حضراتكم خطبة الجمعة، وهي عطاء الله في رمضان، فأسأل الله لنا وله التوفيق. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله، الحمد لله على حلمه بعد علمه، وعلى عفوه بعد قدرته. الحمد لله يعطي بلا سبب، ويعفو بلا غضب، ويعلي بلا عجب. الحمد لله حمداً يوافي نعمه ويكافئ مزيده، رب هذا الكون كله ولو كره الكافرون. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة تذكرنا عند السؤال حجتنا
وتيسر على الصراط مرورنا، وتروينا يوم العطش الأكبر من حوض نبينا صلى الله عليه وسلم. ونشهد أن سيدنا ونبينا محمداً عبد الله ورسوله، شرح الله صدره ورفع في العالمين ذكره وصلى عليه، ثم أمرنا نحن المؤمنين بالصلاة والسلام عليه، فقال سبحانه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. وضراعة إليك يا الله يا حق يا نور أن ترزقنا سدادا في القول وإخلاصا في العمل، وأن تؤتينا الحكمة وفصل الخطاب. آمين يا رب العالمين. سبحانك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وبعد، فيا أخوة الإيمان، يا أخوة الإسلام، فإن من أجل وأعظم نعم الله على الإنسان نعمة الإيمان بالله عز وجل. والإيمان هو البوابة العظيمة جداً لكل البركات وكل الفضائل وكل المكارم التي يؤيد الله بها عباده المؤمنين. ومن حكمة الباري سبحانه وتعالى أنه نادى المؤمنين وشرع لهم العبادات لحكم عظيمة جلية. أمرهم أن يوحدوه وأن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله. لماذا؟ ليتعلموا اليقين في الله والتوكل على الله، وأن النافع حقاً على الحقيقة هو الله، الذي يعطيك هو الله، والذي يكرمك هو الله. وتأتي أوامر الصلاة لذكر الله عز وجل، وتعينك على أن تمتنع عن الفحشاء والمنكر وكل الموبقات. ثم يأتي الأمر بالصيام، وله خصوصية عند رب العباد، لأن الصيام كما يقول الحكماء من أجل ما فيه أنه يعين الإنسان على بناء القدرة. ما يعني هذا الكلام؟ أيها الأحباب، كم من الناس يشتهي ولا يصبر فيقع في الحرام؟ كم من الناس يغضب ولا يملك نفسه عند الغضب فيقع في الحرام؟ كم من الناس ضيع عمره في التسويف وكان يتمنى ويتمنى؟ لماذا؟ هؤلاء جميعاً وكثير منا لا تنقصنا المعرفة بالحلال والحرام، وإنما الذي ينقصنا هذه القدرة التي تفعل هذه المعرفة بالحلال والحرام